اهلا بيكم في قناتي. فيديو النهارده هوريكم بعمل ايه في ليله الامتحان، بستعد ازاي للامتحان. وده مش هيبقى يعني كل مذاكره زي الناس كلها بتعمل يعني في ليله الامتحان، عشان انا يعني كنت مذاكره قبل كده، وكمان عشان المدرسه كانت مدينا اسبوعين ذاكر فيهم عربي ودراسات دين بس. فيعني انا كنت عامله اصوم من المنهج فيهم. فيلا خلينا نبدا. دلوقتي انا اخدت سناك بسيط يعني وذاكرت، وبعدين دلوقتي نازله اتغدى. حاجة كمان نسيت اقولها، ان احنا بكرة عندنا امتحان دين يعني، والدين يعني سهل قوي على الاقل يعني في مدرستنا سهل وكده. فيعني مش هضطر ان انا اذاكر قوي يعني. ودلوقتي انا هذاكر اللي هو 45 دقيقة وبعدين 15 دقيقة بريك، وبعدين 45 دقيقة وبعدين 15 دقيقة بريك. وتقريبا يعني هذاكر يعني يعتبر ساعة ونص دين وساعة الا ربع دراسات، عشان بكرة عندي امتحان دراسات، واكيد يعني الدراسات محتاجة مذاكرة. برضه مش عارفة ازاي بذاكر مادة تانية غير المادة اللي في الامتحان بكرة. دلوقتي هنبدأ مذاكرة، وفي البريك يعني ممكن اخد بريك نفسي، ممكن كمان ما يبقاش ربع ساعة، ممكن اساعد دلوقتي يعني في التنظيف تحت واروق الأوضة مثلا في بريك. وفي البريك التالت ده مثلا ابقى اقعد على التليفون او حاجة زي كده. فيلا خلينا نبدأ مذاكرة. Staring at the wall for the past 3 hours. I needed a change of view from the ceiling. Playing Russian roulette with apathy and stress. The bullets reality and the triggers to check. دلوقتي خلصت المطبخ ورايحة اذاكر، واحتمال كبير ان انا اروح عند قرايبي. دلوقتي خلصنا اول فقرة يعني من الفيديو، اللي هي انا بعمل ايه في ايام الامتحانات. ودلوقتي هوريكم يعني النصايح تعملوا ايه في ايام الامتحانات وتذاكروا ازاي، ويبقى روتينكم عامل ازاي يعني وكده. فيلا خلينا نبدأ. ابدأي بدري، ابدأي يعني يومك بدري، وابدأي مذاكرتك بدري. يعني بدل مثلا ما تصحي 12 اصحي 8، بدل ما تبدأي مذاكرة مثلا 1 ابدأي مذاكرة 8:30 كده، عشان لما تبدأي بدري يبقى في وقت اكتر في يومك. اعملي ملخصاتك، يعني مثلا ما تاخديش مثلا ملخص مكتوب هو في الكتاب، او ملخص مثلا من صاحبتك او حاجه زي كده. اكتبي انت ملخصاتك، ودي الحاجات اللي انا قلتها دي بقى في السنه يعني عامه في طريقه دراستك. ودلوقتي اقول الحاجات اللي هي تعمليها في اسبوع الامتحانات او الوقت اللي هو قبل الامتحانات. من الحاجات برضو المهمة في أسبوع الامتحانات انك تبقي نايمة كويس واخدة طاقتك يعني براحتك كده، عشان لو انتي مش نايمة كويس او انتي مش مركزة مش هتعرفي يعني تذاكري وتفتكري المعلومات. كلي كويس وفكري بإيجابية، يعني ما تقوليش لا انا هسقط في الامتحان ده عشان انا مش مذاكرة كويس، لا قولي انك هتجيبي درجة حلوة، وانك لو ذاكرتي فعلا هتجيبي الدرجة الحلوة دي. ويعني مش معنى انك يعني تذاكري كتير انك مثلا تفوتي مثلا ميعاد الاكل او حاجة زي كده. لا، ده وقت الغدا ننزل نتغدى، عشان يعني الاكل بيدي انرجي، والانرجي دي يعني اللي بتخليكي تذاكري وتفضلي يعني مركزة. والنصيحة التانية حاسة ان انا هي مش بتنفع للناس كلها، بس انا يعني هقولها لو دي بتنفع ليكي، يعني انك تبقي عاملة مجموعة من الناس يعني تذاكري معاهم او حاجة زي كده. وده ممكن يبقى بيساعد لبعض الناس ان هم مثلا ما بيعرفوش يذاكروا لوحدهم، فبيذاكروا مثلا مع صحابهم مثلا اونلاين، او مثلا يتفقوا في حتة يروحوا يذاكروا فيها كلهم. ده بيساعد شوية ناس. في شوية ناس بيعمل العكس، انك مثلا قاعدة مع صحابك فيلا نسيب مذاكرة، يلا نروح نلعب، يلا مثلا نقعد نتكلم
كده. فلو الموضوع ده بينفعلك اعمليه، لو مش بينفعلك عادي جدا، انا كمان مش بينفعني الموضوع ده. ودلوقتي هننتقل للحاجات اللي انت تعمليها وانتي بتذاكري ولا في يوم الامتحان نفسه. اول حاجه واهم حاجه واكتر حاجه بتتقال انك تاخدي بريكات، عشان مش يعني مثلا انك عايزه تذاكري اكتر او عايزه مثلا تجيبي درجات احلى في انك تذاكري من غير ما تاخدي بريكات، لا ده حاجه مفيده جدا. بالذات لو انا مثلا قعدت اذاكر مثلا وقت طويل ورا بعض وما اخدش بريك، في الاخر ممكن اخد بريك مثلا 3 ساعات هبقى خلاص تعبت فعلا اتخرقت. أما مثلا لو انا شغاله مثلا باخد مثلا كل ساعة مثلا باخد بريك ربع ساعة، ده مش هيفرق قوي يعني، او 10 دقايق مش هيفرق قوي، بس مش هيفرق قوي انك تضيعي وقت، بس هيفرق فعلا انك تعرفي تذاكري اكتر. ومن الحاجات برضو الحلوة انك يعني تاخدي بريكات صح، انك تتابعي اللي هو تكنيك اللي هو مثلا تاخدي تذاكري مثلا 50 دقيقة وتاخدي مثلا 10 دقايق بريك، وده اللي هو احلى ليه، عشان مثلا مش مثلا نص ساعة انا تعبت خلاص اخد بريك، لا هو البريك في ميعاد محدد، وده فعلا هو اللي يعني هينفع، او يعني مش كل شوية اخد بريك او كده، بس لو تعبتي فعلا تاخدي بريك. اختاري المكان الصح اللي انت تذاكري فيه، يبقى مكان مريح للأعصاب يعني، ومكان هدوء محدش مثلا بيوترك فيه او محدش بيبقى قاعد جنبك عامل دوشة وكده. واهم نقطة في الامتحانات ودي الناس كلها بتقع فيها، وغالبا يعني انا كان بقع فيها، بس في اللي هو حاجات ممكن تقللي بيها الحاجات دي، انك ما تتوتريش. ومن الحاجات اللي بتمنع التوتر انك تبدأي يعني مذاكرة بدري، يبقى في وقت كافي انك فعلا تبقي مذاكرة كويس. لما تبقي مذاكرة كويس مش تتوتري قوي. وكمان في حاجة انك تذاكري في اماكن متشابهة، يعني مثلا مش مرة مثلا اذاكر على المكتب ومرة اذاكر على السرير ومرة اذاكر فين، ده ممكن ينفع على بعض الناس، بس عشان تمنع التوتر فعلا. الناس اللي بتتوتر بسرعة ان هي مثلا انا مثلا مذاكرة على مكتبي، ممكن بعد شوية اذاكر على مكتب اختي، لو يعني مكتبي مكانش فاضي في الوقت ده بذاكر في مكان متشابه. كمان عشان تمنعي التوتر متنسيش تاكلي وتشربي وكده، يعني تاكلي وتشربي كويس. نامي وقت فعلا كافي لجسمك، يعني ما تناميش كتير ولا تنامي قليل، لا نامي وقت كافي لجسمك، وده فعلا هو اللي هينفعك. اعملي روتين معين يعني ده بينفعك، اللي هو لا انا مش هلحق اخلص كل ورايا، لا انت اعملي روتين بحيث انك في اخر الاسبوع تبقي مخلصة كل المذاكرة اللي عليكي، ويبقى قدامك كمان مثلا يومين تراجعي فيهم للامتحان. تعلمي طرق يعني تقدري تريلاكس بيها، ومثلا تعملي مديتيشن، تكتبي كل حاجة انت حاسة بيها، مثلا اي حاجة فعلا بتنفعك ان هي تنسيكي التوتر او تخليكي تفكري بإيجابية. ما تقعديش تكبري الموضوع قوي او ما تقعديش تفكري فيه. يعني مثلا انا دلوقتي رايحه انام، مثلا عندي امتحان بكره، طب اقعد قبل ما انام افكر طب انا ممكن ما ذاكرتش كويس، ممكن اتاخر بكره، لا ما انا هنام دلوقتي، ولما اصحى بقى كل حاجه تبقى مظبوطه، وهراقب بقى مثلا اصحى بدري يبقى في وقت اراجع، وهروح بدري عشان ما بقاش متوتره. النصيحة اللي بعدين انك تحاولي تذاكري من غير تكنولوجي، مثلا حاولي تذاكري من غير اللابتوب، او يعني من غير حاجة على اللابتوب او حاجة على التليفون. وفي ناس ما تقدرش تعمل كده، بس على الاقل مثلا ممكن تعمليه على سايلنت عشان تشوفي النوتيفيكيشنز يعني وكده. وحاولي انك متشتتيش الحاجات يعني وكده. يعني مثلا لو انت مش محتاجة تليفونك او اللابتوب بتاعك في المذاكرة، حطيه مثلا في أوضة تانية أو حطيه مثلا في الدرج وعامليه سايلنت عشان ما تاخديش بالك منه. والتشتيت ده يعني بتبقى حاجة مشكلة كبيرة قوي. وكمان في البريكس يعني حاولي انك ما تقعديش على التليفون او على السوشيال ميديا يعني في البريكس، عشان الوقت بيعدي بسرعة وتحسي انك ما اخدتيش بريك. مثلا في البريك ممكن تقرأي حاجة، ممكن تنزلي تمشي كده. حاجة برضو مهمة ان يعني في ايام امتحانات وكده انك تروحي قبل الميعاد، حتى لو اي حاجة حصلت هتبقي برضو رايحة على ميعادك، وده برضو بيمنع التوتر. وكمان بيبقى حاجة مفيدة، يعني مثلا لو روحتي قبل الميعاد ممكن مثلا تراجعي شوية وتبقي مستعدة فعلا انك تبدأي الامتحان، مثلا مش تدخلي على طول تروحي داخل الامتحان، لا تدخلي تقعدي شوية في المكان وتفتكري اول المكان وبعدين تبدأي يعني الامتحان. اعملي بلاي ليست وجهزي حاجة تساعدك يعني في المذاكرة وانك تركزي.
وفي ناس يعني متنفعش معاها مثلا اغاني كده اللي فيها كلمات عشان مثلا بيشتتهم او حاجه زي كده. اعملي اي بلاي ليست عايزاه، مثلا موسيقى او اغاني او قرآن او اي حاجه تساعدك فعلا انك تركزي في الحاجه انك بتعمليها او بتذاكريها، وما يعني ما تشتيش باي حد ماشي جنبك او اي حد بيتكلم جنبك. ابدأي، يعني ما تقعديش مثلا ساعة تفكري طب انا هبدأ بايه، طب انا هعمل ايه. لا، لو انت بتاخدي وقت كتير قوي انك تفكري هتبدأي بايه وتجهزي يعني كده، لا ابدأي على طول. وبعديها ممكن تحسي ان هو الحاجات فعلا كانت بسيطة، وانك لما بدأتي انجزتي حاجات فبقت الحاجات التانية سهل تنظيمها. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.